السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما بنعمة وصحة وستر. اكتر حاجة بتقلق الستات هي شعرها. شعري قصير، شعري مش طويل، شعري مش حلو، شعري ابيض. حطي تحت شعري ابيض دي مليون خط. في ناس كتير على فكرة سنها صغير وبيبقى شعرها ابيض. الشعر الابيض ممكن يبقى وراثة، ممكن يبقى نقص في المعادن، ممكن نقص في الزنك، حاجات كتير قوي بتسبب الشعر الابيض. وممكن اغلبهم بيبقى وراثة وسن. تمام. طيب، النهارده جايبالك صبغه من البيت من غير نشادر ولا امونيا ولا اي حاجه. هتعملي كل انواع الصبغه اللي انت عايزاها من البيت، وكمان تطري شعرك وتقضي على القشره لو عندك قشره، وتخلي شعرك متهدل وزي الهنود. انا جايبالك كده حاجه على سبيل المثال. طيب ايه هنعمل ايه قبل اماني؟ هتجيبي لي كوبايه خل وكوبايه ميه. تمام كده. بصي الجل ده هو ده الصبغه اللي احنا قصدنا عليها. هصفيها حالا وهي دي الصبغه اللي انا قصدي عليها. بصي، عايزه بس اوريكي شكلها. ده بني. تمام. طيب ايه قبل اماني اللي يخلي الصبغه دي لونها كده؟ يبقى بذور الكتان. بصي بقى معايا، معلقه كوبايه ميه وكوبايه خل، وعليهم ربع كوبايه بذور الكتان، وعليهم ايه؟ عليهم 3 معالق قرنفل، 4 معالق شاي اسمر من بتاعنا، 4 معالق بن، معلقتين حبه البركه. تغليهم على نار هاديه، وبعد كده تستخلصي الجل ده، ولما يبرد تضربيه كويس بالهاند بلندر، هتلاقي لونه قلب زي الصبغه اللي بتشتريها من بره بالظبط. تمام كده. وبعدين تحطي لي عليه معلقتين زيت سمسم، او معلقتين زيت جوز الهند. تمام كده. لو انت عايزه تسرعي في الصبغه دي وتخليها زي الصبغه بتاعت السوق، هتجيبي لي 3 معالق اكسجين بلسم من الصيدليه او اي حد بتاع مستلزمات كوافيرات. بس انا ما انصحكيش بكده، لان ده لو عندك مثلا انا عندي 5 شعرات ابيض، بعد اول صبغه بيبقوا 10. فالموضوع بالنسبه لي مش هيبقى حلو. بس انا بقول لك اللي بيحصل. معظم الناس تقول لك ده طبيعي وتحط لك شويه اكسدانت او اكسجين. اللي احنا بنتكلم عليه ده الاكسدانت هو الاكسجين محلول ببلسم. فانت لو عايزه يعني نظبط من الوضع شويه، هتحطي لي معلقتين من الاكسدانت ده وتقلبي كويس جدا جدا، وتسيبيه على شعرك من ساعه الا ربع لساعه. لو انت مش هتحطي الاكسجين، مش هتحطي الاكسدانت ده، تقدري تسيبيه ساعتين 3. طيب قبل امان، انت دلوقتي اتكلمتي لو انا عايزه شعري بني او اسمر، صح كده؟ عايزه اقول لك انك تقدري تعززي اللون باي لون غذائي من عند العطار. اي لون غذائي، سواء لون بني، سواء لون احمر، سواء لون اي لون انت عايزاه. تمام كده. اللي هو الزيتي او الزيتوني، الالوان الغذائي كلها موجوده وتقدري تعززي اللون. بس لو هتعملي الالوان اللي انا بقول لك عليها دي، يبقى لازم معلقتين الاكسجين. المعلقتين مش هيعملوا تاثير قوي. تمام كده. مش هيبقى زي الصبغه اللي هي بنشتريها من بره. طب انا عايزه لون شعري يبقى احمر، وانت بتسلقي بقى يبقى معلقتين بكوبايه الخل وكوبايه الميه ومعلقتين بذور الكتان. لو انا عايزه لون احمر، تحطي معاهم بنجرايه صغيره ومعلقتين كركديه. تمام كده. طب قبل اماني لو انا عايزه اصفر، هتحطي معلقه كوبايه الخل وكوبايه الميه وعليها ربع معلقه البذور الكتان، او المعلقتين بذور الكتان سوري، او ربع كوبايه. وبعدين تحطي عليهم ايه؟ كركم اكل، مش كركم اكل، كركم جسم من عند العطار. لو حطيتي كركم اكل بيبقى فيه بعض الاصباغ، فانت هتعززي اللون. كركم الجسم اللي بنقول عليه بنبقى عايزينه علشان الجسم، انما كركم الاكل بيبقى فيه بعض الاصباغ، وده يعني بيعزز من لون الصبغه شويه. تمام كده. ولو انت عايزه تضيفي زي ما قلت لك، عايزه تطريه وتخلي شعرك اسود فقط او بني غامق، اللي هو ايه؟ الوصفه الاولانيه. وتضيفي عليها معلقتين زيت زيتون او زيت سمسم او زيت جوز الهند، وتسيبيها اطول وقت زي ما انت عايزه. لو هتحطي الاكسدانت او الاكسجين، مش هتسيبيها الا من ساعه الا ربع لساعه. وجبت لك كل الالوان، وانت جربي الالوان اللي انت عايزاها. جربي. اعملي سبسكرايب بقى للقناه علشان يوصلك مني كل جديد. ودي صبغات طبيعيه وبتعزز لون الشعريه. لو انت شعرك اوريدي اصفر، لو عملتي الوصفه دي هتلاقيه زاهي وحلو قوي. البن والشاي بيخلي الشعر زاهي جدا جدا جدا. تمام. والخل بقى مش عايزه اقول لك، بيعقم الفروه، مش هيخلي فيها قشره، ويخلي شعرك صحي جدا. وجربي يا ستي، انت مش خسرانه حاجه، الموضوع بسيط وسهل. يلا اعملي سبسكرايب للقناه عشان الفيديوهات اللي جايه. بصي مش عايزه اقول لك وهم. يلا بينا يلا بينا.